النشرة الفلسطينية من قناة فلسطين اليوم. السلام عليكم. هي من تقف الكلمات عاجزة عن وصف عطاءاتها، وهي من جعل المولى عز وجل الجنة تحت أقدامها. وفي فلسطين المحتلة هي فخر الأمهات كونها أم الأسير والشهيد والنضالات المستمرة. ومن هنا تحيي رام الله عيد الأم على طريقتها الخاصة من خلال فيلم وثائقي حمل اسم الحياة حب ومقاومة. ومع عرض الفيلم كرمت وزارة الإعلام 3 أمهات أنجبن أبطالا لفلسطين، بينهن والدة الأسيرة هناء شلبي. مراسلنا جهاد بركات والتقرير التالي. اختير عيد الأم ليكون موعد عرض فيلم يعطي الحياة معاني الحب والمقاومة. فيلم وثائقي أخرجه خالد الفقيه وعرض في وزارة الإعلام في رام الله. في قصته شاب شهيد فر من سجون الاحتلال وأصبح مطاردا في الجبال، لكنه أصر على الحياة. أردت أن أؤكد بأن حياة الفلسطينيين لا تعني فقط هي الدم والحزن يعني حالة الانغلاق على الذات. هنالك حياة يجب أن تستمر، ففيها جزء من الحب وفيها جزء من المقاومة. أصلا البقاء هو مقاومة، والاستمرار في فلسطين هو مقاومة. والدة الشهيد رياض خليفة جلست بين الحضور تشاهد قصة ابنها قائد سرايا القدس في رام الله الذي تزوج رغم المطاردة ولم يحضر زفافه. قالت لي أنا فاطمة، قلت لها أهلا وسهلا فيك. قالت لي أنا موافق على رياض وبدي إياه. قلت لها بتندمي يا فاطمة؟ قالت لي لا. في الكهوف عاش، ومن الكهوف والطبيعة قص المخرج الحكاية والتي قال إنها لم تنتهي بعد. فرياض صغير ولد بعد استشهاد أبيه ليكون الأمل لعائلته. كم ام رياض في تاريخنا الفلسطيني، كم فاطمة في تاريخنا الفلسطيني. حتى الفرح يذبحنا ويقتلنا ويصبح ممضا. ولأنها الأم التي تنجب الأبطال كرمت وزارة الإعلام أم الشهيد رياض وأم ناصر أبو حميد والدة 4 أسرى وشهيد، ووالدة هناء الشلبي التي احتفى المكان بها وبزوجها. ما بيجينا أخبار عندها إلا هي تعبانة، أعضائها كلها تعبانة، ما بتقدر تقوم، ما بتقدر تقعد، حتى نظرها، حتى دقات القلب عندها تعبانة. طبعا أنا يعني أستان، يعني مش بنتي مش عندي، يعني كيف أنا بدي أنا يفرح وأولادي مش عندي أنا. هو حال الأم الفلسطينية، أعياد بطعم الحزن والصبر معا. تنتظر أمهات العالم في عيدهن باقة من الزهور أو حتى اتصالا هاتفيا، لكن أمهات فلسطينيات كثريات يتذكرن في هذا اليوم أبنائهن الشهداء أو يرفعن أيديهن دعاء لأبنائهن خلف القضبان. جهاد بركات، فلسطين اليوم، رام الله، فلسطين المحتلة.